بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. المباراة اللي معانا النهارده مباراة قوية جدا لنادي الزمالك قصاد فريق بلاك بولز اللي نادي الزمالك كسبها خلاص، بيضمن التأهل والصدارة لمجموعته في بطولة الكونفدرالية. نادي الزمالك بعد فوزه على فريق سماد ابو قير بهدفين مقابل لا شيء، وهنا لازم الاعتراف بالحق افضل من المكوس في الباطل. يعني واحد زي مصطفى شلبي كل جمهور نادي الزمالك كان بيقطعه، وانا واحد منهم بصراحه، لان كان بيقدم مستوى غير مرضي لجماهير الزمالك ولاي حد بيتابع الكوره في مصر، وكانت الناس كلها واخداه ماده للكوميكس وللتريقه على مستواه. فمصطفى شلبي قدر ان هو يصلح جماهير نادي الزمالك ويحرز هدف، بنشكره ان هو بيكافح وبيحاول، ولازم نقف في ظهر مصطفى شلبي ونبطل تريقه عليه. وشفنا كلنا نفسيه اللاعب عامله ازاي بعد لما احرز الهدف، ان هو ما احتفلش. واضح طبعا تاثير الهجوم القوي عليه الغير مبرر بصراحه. طب ما لعيبه الزمالك معظمها وحش، حتى زيزو مستواه قل، فازاي انت بتقطع في لعيب واحد؟ فطبعا دي حاجه مش حلوه، وده حاجه مش متعودين عليها من جماهير نادي الزمالك اللي دايما بتدعم لاعبيه. مباراه الزمالك وبلاك بولز جايه بعد اداء غير مقنع من نادي الزمالك وتعادلات في بطوله الدوري من ساعه ما تروح سنين، وفوز هزيل جدا. وفريق سماد ابو قير ده لو انت نادي الزمالك بطبيعته في حالته الطبيعيه اقل حاجه يكسبوا 3 4 من تحت او يعمل عليه سكور كبير. فطبعا غياب واحد زي ناصر ماهر، غياب احمد حمدي ومحمد حمدي، غياب نجوم كتير جدا عن نادي الزمالك ولاعيبه كتير مش في مستواها، هي دي اللي عامله ازمه. ولكن طبعا غياب غياب ناصر ماهر، غياب احمد حمدي، غياب محمد حمدي، احمد فتوح المشكله اللي حصلت له، زيزو موضوع تجديد العقد، الجزيري مش موجود. يعني ما هو حتى لو مشي هو اصلا كده كده وجوده مش مركز. فنادي الزمالك محتاج اجنحه ومحتاج لعيبه كتيره جدا في يناير عشان يقدر يبقى منافس قوي على بطوله الدوري. انا بقول لك بنسبه 70% نادي الزمالك هيبقى بطل الكونفدراليه. مهما كانت الفرق اللي في الكونفدراليه، فنادي الزمالك هو اقوى فريق موجود في الكونفدراليه حتى في ظل الاصابات. ولكن مع عوده اللعيبه التقيله زي ناصر ماهر وزي بنتايك وزي احمد حمدي ومحمد حمدي، نادي الزمالك هيبقى فيه تقل كبير جدا. وكمان لو قدرنا ان احنا ندعم بثلاث اربع صفقات كويسه، منهم مثلا بن شرقي. ليه ما نجيبش بن شرقي؟ بن شرقي ب 600000 ولا ب 700000 دولار، مش هيكلف نادي الزمالك كتير وهيبقى مكسب كبير لنادي الزمالك. ليه ما نرجعش واحد زي مصطفى فتحي من بيراميدز، حتى لو هياخد مثلا مليون دولار، ولكن هيفرق كتير جدا معاك في الناحيه الهجوميه. لازم نفكر بقى شويه ان احنا نعمل صفقات ما تكلفش النادي كتير، وفي نفس الوقت يبقى ليها تاثير فني كبير جدا على نادي الزمالك. ومفيش احسن من ولاد نادي الزمالك ان انت ترجعهم دلوقتي يقوموا النادي على رجليه مره تانيه. واحد زي مروان حمدي، ليه ما تجيبش واحد زي مروان حمدي؟ يبقى اضافه قويه جدا لنادي الزمالك. وعارفين هو قد ايه مهاجم قوي، شفنا اداؤه مع منتخب مصر ايام كيروش لما كان ماسك المنتخب، كان عامل اداء جميل جدا وكان بيجد اللعب بالراس، ومهاجم قوي، مهاجم رقم 9 من افضل المهاجمين الموجودين في مصر. فلازم نفكر في لعيبه ما تكلفش خزينه نادي الزمالك كتير وفي نفس الوقت تفرق معانا فنيا. وطبعا بن شرقي صفقه هايله جدا، لو جه في مركز الجناح هيبقى اضافه قويه جدا في ظل وجود زيزو. اكتبوا لنا في رايكم في الكومنتات مين المتوقع ان شاء الله يفوز بكره، الزمالك ولا بلاك بونز، ولا المباراه تخلص تعادل. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه، شيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين والمشتركين. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.